حلاوة طلاوة لخير الكلام، ونور تلألأ يمحو الظلام، وعبد يناجي شديد المحن، ويا رب ذنبي كمثل الجبال، وليلي دموع لنيل الوصال، خشوع خضوع لرب الجلال. حلاوة طلاوة لخير الكلام، ونور تلألأ يمحو الظلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، فإني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نق قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. إخوتي، مرة أخرى أحبكم في الله، وأحب أن تقولوا الحمد لله. إخوتي، أحيانا حين يطوف الإنسان عينه وعقله في الدنيا، في العالم، في البشر، في الناس، يجد أن الإنسان دائما يبحث عن كاتم أسرار، حافظ لأسراره. أحيانا يبحث الإنسان عن صديق، عن أخ، عن شريك للحياة، عن ويبحث ويبحث ويبحث، وينسى أن أقرب ما يكون إليه الله. الله خير معين، الله العظيم جل جلاله هو من تستطيع أن تشكو إليه وأن تدع سرك في الكتمان. الله الذي يقدر وحده أن يحل مشاكلك. الله الذي بيده قلبك. الله العظيم جل جلاله الذي يعلم سرك وخواطرك. الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الله جل جلاله هو الذي يستطيع أن يريحك من الداخل، أن يريح قلبك، أن يريح أسرارك، أن يطمئنك حتى وإن أصابك ما تكره. قال العلماء أن لله لطف ظاهر ولطف باطن. لطف الظاهر ولطف باطن. اللطف الظاهر إنك مثلا تصحى بالليل تلاقي الأنبوبة بتاع البوتاجاز مفتوحة وريحة الغاز مالية الشقة، تقفل وتفتح الشبابيك وتقول ربنا لطف.
الحمد لله. انك تبقى ماشي وابنك يجري منك تلحقه قبل ما ينزل الشارع العربيات، تقول الحمد لله ربنا لطف. ده لطف ايه؟ ظاهر. لطف الباطن ان تقع المصيبة وينزل على قلبك برد السكينة فتقول الحمد لله وترضى وتسلم. قالوا فإذا صدق العبد مع الله سيره بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما يقدره. ربنا يمشيك كده بين العطف واللطف. فعطفه، عطف الله عليك يقيه ما يحذره، يحفظك مما تحذر فلا يقع. ولطفه يرضيه بما يقدره، وإذا قدر عليك القدر أرضاك بما يرضيه. إخوتي، شكوى المؤمنين لرب العالمين، شكاية الموحدين إلى رب العالمين أن تشكو إلى الله وأن تلجأ إليه وأن تناجيه. هذه متعة قلبية، متعة حياتية، أن تناجي ربك. تعالوا لنرى كيف ناجى نبي الله زكريا ربه. وافتتاح سورة مريم، وسورة مريم محببة إلى قلوب أكثر المسلمين. سورة جميلة وتجد فيها أول آية في الآية الثانية ذكر رحمة ربك عبده زكريا. كأن الله يقول هذا ما نذكر فيه رحمتنا، كيف رحمنا عبدنا زكريا. قول يا عم الشيخ علاء. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا.
فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. جزاك الله خيرا. رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. هذه مناجاة سيدنا زكريا لربه، وأنا أشعر فيها بقلب يتكلم. تحس إن سيدنا زكريا بيحكي قصة حياته. ربي إني وهن، ونداء خفي، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. بيقول يا رب أنا عمري ما شقيت بدعائك، بل دايما أسعد بدعائك. والله جل جلاله يحب أن يمدح، يحب أن يتملق له جل جلاله. عشان كده سيدنا زكريا عليه السلام عرف ازاي يناجي ربه. ربي هب لي، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. القصة وإني خفت الموالي، يا رب أنا شفت، ويا رب أنا تعبت وما عادش فيا صحة، ويا رب ورايا كومة عيلة، الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقر وامرأتي عاقر. طب أنا أعمل إيه؟ طب أنا أدبرها إزاي دي؟ يا رب ماليش غيرك، أبات وأصحى في خيرك، ما تحوجنيش لغيرك، فهب لي من لدنك ولي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضي. بعد هذه المناجاة، وأنا قلت لكم قبل كده إن في ناس تعرف كيف تستفتح أبواب السماء، كيف تستنزل رحمات الملك جل جلاله. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك على طول. كريم، كريم سبحانه جل جلاله. ربنا كريم، كريم تشهد معايا ان ربنا كريم، اكرم الاكرمين سبحانه. يا زكريا، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك. الله الله يفتح عليك شيخ محمد، سبحان الله العظيم. قال كذلك قال ربك هو علي هين. الله. قال كذلك
هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. جزاك الله خيرا يا شيخ محمد، فتح الله عليك، ما شاء الله. هكذا سيدنا زكريا دعا وطلب، والله الكريم مباشرة: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. الإنسان، شوف الإنسان بقى، إنا نبشرك بغلام. قال ربي أنى يكون لي غلام. قال ربي أنى يكون لي غلام. طب إزاي يا رب؟ وأنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. يتعجب. قال كذلك. هو كده. قال كذلك. لا تعمل رأسك يا رب. طب امرأتي عاقر وانا بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك. ما تقولش اسباب. اذا اراد الملك فلا اسباب. ليست القضية قضية الاسباب الان، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. كيف خلقت أنت أصلا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا؟ قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. ما شاء الله ما شاء الله، الله يفتح عليك. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. قال رب اجعل لي آية. الإنسان لما يبقى مش مصدق يبقى عايز حاجة تخليه يصدق، يقول لك اقرصني. فقال له يا رب طب اديني علامة لما مراتي تحمل أعرف إنها حملت. قال آيتك ألا تكلم الناس. آيتك إنك أنت هتخرس، لسانك مش هيتكلم، ما تقدرش تنطق 3 أيام. فخرج على قومه من المحراب. هو كان واقف يدعو في المحراب، وقف يدعو في المحراب: يا رب هب لي من لدنك وليا. الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم في المحراب، واقف قائم في المحراب بيدعو، يصلي يعني يدعو: يا رب هب لي من لدنك وليا. الملائكة قالت له: يبشرك بغلام. طب ادوني علامة انك تخرس 3 أيام. خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة. أوحى إليهم يعني ما قدرش يتكلم، شاور لهم: سبحوا بكرة وعشية. سبحان الملك. سبحوا يعني قولوا سبحان الله للتعجب، اذكروا الله، اشكروا الله. سبحان الملك. كأنه لما كان واقف في المحراب بيقول هب لي من لدنك وليا، في الوقت ده كانت مراته حامل. ما هو خرج من الدعاء لقاها حامل، لقى نفسه ما بيتكلمش، حامل. ازاي ده؟ كأنه لما كان بيدعو احيانا تطلب حاجة وهي عندك، وربنا قدرها لك وربنا اداها لك، بس انت مش شايفها، انت ما تعرفش.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. فاصل وأحبكم في الله. حلاوة طلاوة لخير الكلام، ونور تلألأ يمحو الظلام. حلاوة طلاوة لخير الكلام، ونور تلألأ يمحو الظلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. أسأل الله جل جلاله أن يكتب لي ولكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته. أحبتي في الله، نفس السياق في نفس القصة، السيدة مريم عليها السلام لما بشرت بغلام قالت رب أنى يكون لي غلام، قال كذلك. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك. الله يفتح عليك، ما شاء الله. قال كذلك، قال كذلك قال ربك هو علي هين. خلاص، هي دي أنا عايزك تؤمن بها، أن الله إذا قدر شيئا ليس هناك أسباب تعمل، ليس هناك إشارة إلى الأسباب، ولا إنك أنت تحول بين قدر الله أسباب. لا 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 لا. إذا قدر الله فإن كل شيء يتم، وانتهت القضية. تعالوا ننتقل إلى سورة طه، ننتقل إلى سورة طه لنرى أيضا النعم وكيف تأتي بهذا القدر. سبحان الله العظيم. سيدنا موسى، دي قصة سيدنا موسى بقى برضو زي قصة سيدنا يوسف، مش زي، لكن قصة سيدنا موسى أيضا فيها من الدروس والفوائد والعبر العجب العجاب. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قصته عجيبة، ابتداء من أن ألقته أمه في اليم، ثم أن خرج من البلد وتوجه إلى مدين، ثم بعد أن قضى مدين وأراد الرجوع إلى بلده مرة أخرى، فإذا بزوجته يأتيها المخاض في الطريق، فخرج يلتمس نارا فوجد نورا، فلما أتاها نودي يا موسى، نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. الله يفتح عليك. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
يفتح عليك سبحان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. جزاك الله خير سبحان. ما شاء الله ما شاء الله. ذهب سيدنا موسى يلتمس نارا فوجد نورا. سبحان الله العظيم. الشاهد هنا وأنا اخترتك. حين يختار الله عبدا قال الله ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولقد اخترناهم على علم. الاختيارات الربانية. الله عز وجل يختار ويصطفي. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اختيارات ربانية أن يختار الله عبدا فيدبر الله جل جلاله له أمر الهداية وأمر التعليم وأمر العبادة وأمر التوجيه، وأن يثبته وأن يرفع قدره وأن ينشر ذكره وأن يجعله مرضيا. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. على طول في أول وحي الساعة القيامة. أين القيامة في حياتك؟ أين القيامة؟ هل تذكر أن لك قيامة ستقوم؟ ماذا أعددت لأهوال القيامة؟ ماذا أعددت ليوم القيامة؟ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إن أهل الآخرة لا يستطيعون لا يطيقون التعامل مع من لا يؤمنون بالآخرة. ما ينفعش، لأنهم يصدون عن الآخرة فيأتون بالهلاك. تعالوا إلى الوقفة الأخيرة مهمة. لما ذهب موسى إلى ربه واستخلف هارون على قومه فرجع فوجد قومه عبدوا العجل. شرك في حضرة نبي. طب ازاي؟ ذلك سيدنا موسى غضب شديد فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. أخذ برأس سيدنا هارون، وسيدنا هارون أكبر من سيدنا موسى، أخوه كبير ونبي مثله ورسول مثله، ومع ذلك مسك لحيته ومسك دماغه. حتى سيدنا هارون يقول يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. قال يا هارون قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تكون
خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. جزاك الله خيرا. لما قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، كنت أقول له فين لحيتك يا شيخ علاء؟ أردت أن أشير في هذه الآية إشارة إلى أن حب التجميع وتكثير الأتباع سيجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضعيفا. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ إيه اللي خلاك أنت تسكت عليهم؟ ليه ما سمعتش كلامي؟ قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. الاهتمام بالتجميع سيجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضعيف، هيخليك تفوت عشان تجمع كتير، عشان تجمع ناس. تعالوا بقى لمشكلة أخيرة، فايدة أخيرة، مشكلة السامري. السامري هو اللي عمل لهم العجل وجعل له فتحة في أنفه وفتحة في دبره يدخل منهم الهواء فيصفر. سمعوا له خوار فعبدوه، سجدوا للعجل. سبحان الله العظيم. سيدنا موسى تعجب جدا، كيف يعبدون عجلا؟ قال ما خطبك يا سامري؟ قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. جزاك الله خيرا. قال ما خطبك؟ ايه موضوعك انت بقى يا سامري؟ ايه حكايتك؟ ايه القصة؟ ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا بي. هو ده الغرور، والغرور الكبير. قال له انا بقى شفت اللي محدش شافه، انا عرفت اللي محدش عرفه، انا فهمت اللي محدش فهمه. قال بصرت بما لم يبصروا به. بعض الناس كده فاكر نفسه كده، فاكر ان هو بس اللي فاهم، هو بس اللي عارف كل حاجة، هو اللي احسن واحد في الدنيا دي. بصرت بما لم يبصروا به. الغرور ده بيودي فين؟ الى الضياع التام. بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول، المكان اللي كان سيدنا جبريل بيقابل فيه سيدنا موسى عليهما السلام. قال فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. تسويل النفس. عندك مشكلتين، مصيبتين، خطرين: تسويل النفس ووسوسة الشيطان. لازم تفرق بين وسوسة الشيطان وبين تسويل النفس. ازاي افرق بينهم؟ الشيطان عايزك تعصي وخلاص، اي معصية. اما اذا رأيت نفسك تلح بمعصية معينة مصر عليها دايما، يبقى ده تسويل نفس مش الشيطان. اسأل الله ان ينجينا من النفس والشيطان. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. حلاوة طلاوة لخير الكلام، حلاوة طلاوة لخير الكلام، ونور تلألأ يمحو الظلام، وعبد يناجي شديد المحن، ويا رب ذنبي كمثل الجبال، وليلي دموع لنيل الوصال، خشوع خضوع لرب الجلال، حلاوة طلاوة لخير الكلام،
ونور تلألأ يمحو الظلام، وعبد يناجي شديد المحن، ويا رب ذنبي كمثل الجبال، وليلي دموع لنيل الوصال.